حلمنا حلمك، حلمنا حلمك، حلم حياة، حياة وأمل بيتجدد كل يوم بأعمال. ناس اشتغلت عن نفسها، ناس قدمت نفسها، ناس فعلا حابة تقدم للوطن. ونحن النهاردة بنقدم لهم التحية، ونقدم كلمة شكر وعرفان. معايا الدكتور، مصطفى الدكتور. معايا الأستاذة ولاء صلاح الدين. على فكرة الأستاذة ولاء عندها حاجة، عندها موهبة، وعايزة الموهبة بتاعتها ما تبقاش مقتصرة على نفسها بس، بالعكس هي عايزة تقدم المزيد من العديد. هي ممكن حد يروح لها يتعلم من عندها، احنا سمحنا لها، حولي عندي احنا ما سمحنا، يهمنيش. وهي قالت إيه؟ قالت ان هي موافقة اي حد يروح يتعلم عندها، هي ينورونا. تعلمه مكاني مكان. وهتفيده، وهتعلمه ازاي يفتح معرضه، وازاي يشتغل، وازاي فعلا يبقى فنان. قولي لنا يا دكتورة حلمك، وازاي هتقدمي حلمك للناس؟ أنا اسمي ولاء صلاح الدين. طبعا أنا بعشق حاجة اسمها رسم وفن عامة. أنا حلمي طبعا إن أي حد بيتمنى يبقى فنان وبيرسم وإزاي يتعلم الرسم، أنا تحت أمره طبعا، أنا ودكتور ممدوح. فأي وقت في أي مكان إحنا بنظبط الوقت، وبنظبط الأساسيات اللي عندنا، إن إزاي هيبدأ الرسم وإزاي هيبدأ يتعلم الأساسيات الرسم أصلا. وفي ناس بتبقى مؤهله لكليات الفنون التشكيليه وهي ما عندهاش خبره في اي اه حاجه طبعا، نهائي. بتبقى هوايه بتبقى هوايه. امتحانات القدرات. وامتحان ما ده اللي انا عايزه اقوله، امتحان القدرات، وازاي هو فعلا هي هتاهله ان هو يخوض التجربه، هو انا واقف على طبعا رجل طبعا ثابته. احنا بنأهله من الزيرو لغايه لما يوصل للحاجه اللي هو عايزها. والدكتور وياها، لان الدكتور عنده معارض وهيشتغل على نفسه، الدكتور فنان ابن فنان، هو برضه هيقول ازاي هيضيف للي عايز يتعلم او يدخل فنون تشكيليه او فنون تطبيقيه او فنون جميله. الثلاثه تبعهم، والثلاثه بيبقوا الفن، والثلاث كليات من كليات القمه اللي بيرسموا الذوق المصري. احنا عايزين الذوق المصري في كل حاجه بتقابلنا. الدكتور يعرفنا وازاي هتقدم للطالب اللي جاي، حضرتك كنت دكتور جامعه، ازاي هتقدم للطالب ان هو فعلا يقف على رجل ثابته ويدخل يمتحن وينجح من غير ما. طبعا الواحد بيحاول دايما زي ما اتعلمت من الوالد الفنان الكبير مصطفى البطوري، انا برضو ابنه، ومتعود ان انا ادي، لان دي بلدي وابناء الشعب ده هم الاخوات والابناء وكل حاجه. انا اديهم من غير ما انتظر اي حاجه في الحياه، غير ان انا اشوف ثمره الكفاح ده والنجاح موجوده معهم طول الوقت.